سعيدة على كل الناس، جمعيات ومؤسسات أهلية وقطاع المجتمع المدني ورواد الأعمال. تعالوا هنقول كلمتين في السريع كده النهاردة عن المحتوى بتاعي وأنا بتعامل معاه إزاي كجمعية. كلنا عندنا مشكلة إن أنت بتتعامل مع الناس المتابعين المحتوى بتاعك إن هم محفظة. يعني أنت عمال تنزل وانت عايز الناس تديك فلوس عشان تكمل. ده الكونسبت اللي عندك، يعني ده مش وحش، بس هو ده غلط في التناول وطريقه التفعيل. ليه ده غلط؟ لان انت ما ينفعش تستعمل الناس دي محفظه بس، انت خليهم شركاء معاك اصلا، خليه في الاثر، خليه يعيش معاك، خليه يعيش معاك. استعمل قاعده 20 الى 80. ايه هي 20 الى 80 دي؟ خلي 80% من المحتوى اللي انت بتنزله الفعاليات اللي انت بتنفذها، المشروعات اللي انت بتقدمها، ورش العمل اللي انت بتخطط لها، المشاكل اللي جوه المؤسسه والكيان. خلي ال 80% من المحتوى قيمه مضافه للمتابع ليك على الاكونتات الرسميه بتاعتك على السوشيال كلها، ايا كانت هي مرئيه او مقروءه يعني، او صور. يعني هل هي على يوتيوب، هل هي على انستجرام، هل هي على تويتر، هل هي على سناب شات، هل هي على فيسبوك، وتفر اي واحده منهم. انت في الاخر لازم تقدم محتوى خلي الناس تتفرج عليه. ما تخليش الناس وهو بيسكرول كده الموبايل بتاعه، لا ده عايز فلوس، ده شحاته، ده شحاته، ده شحاته. احنا مش عايزين كده. احنا عايزينه يبص يتابع، الله نشاط جميل، الله حلو قوي اللي بيتعمل، الله طب اقدر اساعد ازاي بقى. هتلاقي هو عايز يعمل مساعده. هنا دول ال 20% بتاعت كل اكشن. خلاص بقى هنا هتقول له تعالى شارك معانا في كذا، تعالى خلي السهم بتاعك كذا، تعالى شارك ان ده يتعمل فرصه عمل، تعالى ده هنجيب له فرصه علاج، تعالى ده هنوفر له فرصه زفاف. يعني كل حاجه ينفع تعملها صغرت ام كبرت، ولكن ما تخليش المحتوى بتاعك كله هات فلوس، احنا عايزين فلوس، ساعد محتاج، الحق الناس العيانين، الحق الناس الشقيانين، عايزين بطاطين. عشان الجو برد، وده صح على فكره، بس ما يتقالش كده. كان لازم من الاول خلي الناس عايشه معاك. يعني خلي فيه فاليو، خلي فيه فاليو، خلي فيه فاليو، خلي فيه فاليو. الفاليو ده القيمه المضافه اللي انت هتضيفها ككيان مؤسسي للمجتمع المحيط بيك. لازم تعمل كده، لازم تخلي الناس اللي حواليك هم الدايره الاولى في التاثير المجتمعي. طب ده ازاي؟ عيشوا معاك في الموضوع، اجمعهم، اعمل لهم عزومه فطار. احنا في رمضان، اعمل عزومه فطار، عرف الناس انت دورك ايه في المؤسسات، بتعملوا ايه، والناس ممكن تساعدك ازاي. شوف المهارات اللي عندهم، شوف القدرات اللي عندهم، شوف الافكار اللي عندهم. هتلاقي فيه تناغم شكله حلو، هتلاقي فيه ترابط مع الكيان بتاعك، هيبقى فيه اكشن. الاكشن ده هيخلي الناس اللي تواصلت معاك دي تكمل معاك، هتتبرع، هتشتغل، هتنفست، حاجات كتير هتفتح لك باب. هتلاقي فيه كونتاكت لفلان انت مش عارف توصل له، وصله لك. هتلاقي فيه بيرشحك لكذا، بيتكلم عليك كويس. كل ده عشان المحتوى بتاعك على الاونلاين 20% منه هات فلوس او تبرع او ساعد،